مسا السعادة من صناعة السعادة من كيان. أخباركم إيه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة هنعمل طاجن فعلا بيصنع السعادة، طاجن مكرونة بالجمبري والصوص الأبيض. سهل وسريع ومبياخدش وقت، خلال 10 دقايق هتكوني خلصانة مني. وجنبيه ستريبس. طبعا الستريبس ده احنا هنعمل حلقة لوحديه كاملة. هنسمي الله ونتوكل. اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك واغنيني بفضلك عن من سواك، اللهم امين. عندي نص كيلو جمبري مخلي، هو جاي كده مخلي وجاهز. هنعمل برضو حلقة هنجيب فيها جمبري ويتقشر وتشوفوا ازاي بيكون. هنحط عليه معلقة طحينة عشان تسحب الزفارة. اي حاجة عايزين نتخلص من اي ريحة فيها بنحط لها معلقة طحينة. وبعد كده بنشطفها وبنحط معلقة توم، فلفل اخضر وخل، ونقلبهم في بعض ونسيبهم نص ساعة. باقي الخلطة هنحط نقطة زيت ونحط التوم. شوح التوم شوية، اول ما يبتدي ياخد لون هنرمي فيه الجمبري. طبعا الجمبري ما بياخدش وقت، تقليبتين عشان ما يستكش معاكي. نيجي بعد كده نعمل البشاميل. حطينا زيت كريستال عشان مقارب للسمنة خفيف، وحطينا 4 معالق من الدقيق. هنبتدي نقلب فيهم لغاية ما يتحمر. بعد كده كل معلقة دقيق بتاخد عندنا معلقة لبن، فبالتالي هنضيف 4 كوبايات لبن عشان انا استخدمت 4 كوبايات معالق دقيق بس. هنستخدمها كوباية كوباية، مش هنضيفهم كلهم مرة واحدة. هنكب كوباية ونقلب لغاية ما يتشربها الدقيق، وروح حتى كوباية تاني ونقلب وهكذا لغاية ما نخلص. طبعا انا عندي حتة قشطة هتطعم الطعم، هتحليه. وعندي طبعا حبيبة قلبي موتزاريلا فريش، مش عشان انا شغالة فيها والله، بس فعلا حرفيا هي حاجة تحفة. عندي ميكس من موتزاريلا فريش. هنحط حباية وهنقلبهم في بعض. طبعا احنا سلقنا المكرونة وركناها على جنب، والجمبري عندنا خلص، والصوص البشاميل خلصان. طبعا صوص بشاميل مطعم بالجبنة ومطعم بالقشطة، حاجة تبارك الرحمن. وعندي موتزاريلا اكسترا الازرق دي اخر كحباية فكبتها في طبق. هنبتدي اول حاجة نحط كبشة والتانية من الصوص الابيض. بعد كده هنحط عليه المكرونة. بعد كده هنحط كم قطعة من الجمبري، ونروح حاطين صوص ابيض تاني. طبعا تكاية الطاجن ده في ايه؟ في كمية الصوص الابيض، ان المكرونة تكون قليلة خالص والصوص الابيض هو المسيطر، لان هو اصلا طاجن مكرونة بالجمبري والصوص الابيض، يعني المفروض الصوص الابيض يكون بارز ظاهر فيه كده. هنحط كبشة من فوق على الوش، ونحط واحدة تاني لغاية ما نغطيه خالص الطاجن. وبعد كده هنجيب جبنة موتزاريلا ونروح رشينها على الوش من فوق. طبعا يا جمال الاكسترا بتاعت فريش، مطة عالية وطعم جميل خالص. كل اللي جربها قال عليها كده، انا بصراحة بستخدمها في كل شيء. عملنا اول طاجن، وبعد كده هنركن الطاجن على جنب وهنعمل طاجن تاني. الكمية دي عندي عملت بالظبط 4 طواجن بنفس الحجم اللي هو حجم فرد واحد. هنجيب الطاجن التاني، هنكرر نفس الخطوات. هنحط كبشة بشاميل من تحت والتانية، وبعد كده هنحط شوية مكرونة. بعد كده هننزل بالجمبري عليهم. بعد كده هنحط صوص بشاميل تاني، وبعد كده هنحط رشة جبنة. كده هنكون خلصنا الطاجن. طبعا الطاجن ده ما بيدخل الفرن تحت الشواية فقط، لان هو كل حاجة فيه مستوية. كل الفكرة ان احنا محتاجين بس الجبنة تسيح على الوش وتدي المطة بتاعت الجبنة. وبرضو الجبن عشان تاخدي مطة حلوة ما تشديش عليها في التحمير. اول ما تبتدي تاخد اللون الذهبي اللي قلبك يحبه كده، وتروحي بعد كده تطفي الشواية.
الطاجن لو هتركنيه شوية هتشغلي من تحت بس يبتدي يسخن سخونية خفيفة عشان البشاميل بتاعه ما ينشفش. هو المطلوب ان هو يكون البشاميل بتاعه حلو كده بس. وفي النهاية شغلنا الشواية 10 دقايق وادانا اللون الذهبي الحلو ده. طبعا المقطة تبارك الرحمن، وقالينا جنبيه شوية ستريبس حطيناهم في الطبق. يا رب يكون عجبك الفيديو، يا رب يكون استفدت مني. ان كان عجبك الفيديو ما تبخليش عليا بلايك واشتراك وكومنت حلو منيكم، وانتظروني بإذن الله في فيديو جديد. كنتم مع كيان في قناة صناعة السعادة.